السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طاجين الفلفله معمره بالكفته والرز. كيجي لذيذ بزاف وشي حاجه مختلفه على اللي كنحضروا كل يوم وشكل جميل كيشهي. خليكم معايا ندوزو المكونات وطريقه التحضير. بالنسبة للمكون الرئيسي في هذه الوصفة اللي هو الفلفلة، أنا خديت فلفلة صغيرة بهذا الحجم هذا بالألوان. يمكن لكم تاخذوا الفلفلة الخضراء العادية، وكذلك خديت 2 حبات ديال الطماطم صغار بهذا الحجم. خديت 250 غرام ديال الكفتة. بالنسبة للكفتة والروز كيبقى على حسب الرغبة. خديت هنا 100 غرام ديال الروز الأبيض. خديت 2 ديال الطماطم اللي حكيتهم بهذا الشكل. هنا عندي معلقة ديال الطماطم ديال مركز الطماطم عفوا. عندي هنايا واحد 4 فصوص الثوم وملعقتين ديال القزبر والمعدنوس. واحد البصيلة صغيرة مشلضة. زيت العود مخلطة مع الزيت العادية. وبالنسبة للتوابل عندي هنا الملح، إبصار، الفلفل الأحمر والكمون. كناخدو الطاجين كنوضعو فيه الزيت. بالنسبه للزيت يمكن لكم تعملوا زيت العود بوحدها او زيت ديال الطياب، او يمكن لكم تخلطوهم مع بعض كيف عملت انا. ومن بعد كنضيف البصيله ديالي اللي شلطتها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للبصله يمكن لكم تشحروها ومن بعد عاد تضيفوا الطماطم وباقي المكونات، ام يمكن لكم تضيفوهم دقه واحده بحال اللي عملت انا، لانني غادي نشحرهم على بوطه اللي كتكون مهيله. وضعت هنايا الطماطم ومن بعد غادي ندوز نوضع الثوم ونضيف باقي المكونات التوابل، وغادي نعملو على النار اللي كتكون مهيله، لان الطاجين باش كيجي لذيذ خص دائما النار تكون مهيله عليه. هيدا كيطلع لنا الطاجين زوين ولذيذ بزاف، ونيت ما كيتشقلناش الطاجين وكيصفر معنا مده طويله. مهم كنضيف هنايا باقي التوابل كيف قلت لكم، ومن بعد غادي نعملهم على النار. وغادي ندوز باش نوجد الفلفله ديالي وغادي نوجد لها العماره. خليكم معايا ما تمشيو فين. وهذه الفلفله بعد ما خويتها من الوسط كنزول لها الزريعه ديالها وديك جليدات البويض كنقيوها، وكنخليوها الطريبج ديالها اللي كنغطيوهم. مهم انا غادي نكمل معكم باقي الفلفله وتشوفوا الطريقه. صراحه الطريقه سهله جدا ماشي شي حاجه صعيبه. كنحاولوا اننا نخليو هاد الطريبشات هادو وكنزولوا الزريعه، وكذلك كنزولوا حتى ديك جليدات البويض اللي كيكونوا لاصقين. هادو كيعطيو مرورة. من الافضل اننا نزولوهم كيف غتشوفوا معايا. نفس الطريقه غادي نعمل حتى للطماطم، حتى هي غادي نزول لها الطريبش. انا كنسميهم الطريبشات. المهم كنزول لها ديك الغطا ديالها، ما غاديش نقسمها في النص، غادي نحاول انني نزول غير الغطا. وغادي نخويها حتى هي من الزريعه ديالها لاننا غادي نعمروهم. خليكم معايا تشوفوا الطريقه وكمل هذا الفيديو. هنا البنات بعد ما سلقت الرز ديالي ما كنسلقوش حتى كيطيب، كنسلقوه نص سلقه. وكنضيف الكفته وكنضيف مغرفه ديال القزبر والمعدنوس وكنضيف باقي التوابل الملحه، فلفل احمر، ابزار، كمون. وكنخلط كل شيء مع بعضه تينسجموا لي. وهذه هي العماره ديال الفلفله ديالنا.
هنا البنات بعد ما خلطت الروز والكفتة والتوابل حتى كينسجموا لي بهذا الشكل هذا، كنبقى ناخذ تقريبا واحد المغرفة وكنعمر بها الفلفلة والطماطم ديالي كيف غادي تشوفوا معايا. كيف كتشوفوا البنات هنايا البصيله والطماطم تشحروا لي، ومن بعد غادي نضيف الطماطم والفلفله اللي عمرت. اول حاجه غادي نوضع الطماطم في الوسط وغادي نوقف ديك الفلفله بجنيبات. بالنسبه لطريقه الوضع كتبقى على حسب شني عندك، الا كنتي عملتي الفلفله الخضراء الطويله فغادي تنزلهم على الطول. انا هنايا عندي الفلفله صغيره عليها وقفتهم بجنيبات. وكإضافات في الأخير غادي نضيف شوية ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نزينهم بالحامض مصير. بالنسبة للتزيين كيبقى على حسب شني عندك، يمكن لك تزينهم بالزيتون صراحة كيجي زوين كيعطي واحد البنة كيجي لذيذ. انا صراحة ما كانش عندي، عملت غير الحامض مصير حتى هو كيجي مزيون. المهم البنات من بعد غادي نعملهم على النار اللي غادي تكون مهيله. كيف قلت لكم الطاجين باش كيجي لذيذ ومعلك ضروري تكون النار مهيله، وهيدا حتى الطاجين كيصبر معنا وما كيتشقناش. المهم نتلاقى معكم في الطبق النهائي بعد ما يطيب لي الطويجين ديالي. غادي نتلاقى معكم. الطويجين ديالي بعد ما طاب هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف كتشوفوا البنات كتجي المريقه معلكه ولذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه لانه فعلا يستحق التجربه. الطويجين اللي ساهل ولذيذ وغير مكلف، يعني اقتصادي. كنتمنى انكم تجربوه، واذا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وشي كومنتير، وشكرا على المتابعه ديالكم. اذا كنتي اول مره كتشوف القناه وعجبك المحتوى المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس هيدا باش يوصلك كل ما هو جديد. شكرا بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتخليو لي وعلى التشجيعات ديالكم. بسلام عليكم، تلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.